السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي حاجة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، صلاة تنحل بها العقدة وتنفرج بها الكربة وننال بها منازل الشهداء والصديقين. النهاردة إن شاء الله هنقول مع بعض تفسير رؤية اسم حاتم في المنام. حابة أذكركم إن تفسير الأحلام ما هو إلا اجتهادات، والله تعالى أعلى وأعلم، فضلا وليس أمرا. القناة لسه جديدة ومحتاجة لدعمكم، فاللي لسه ما اشتركش في القناة ينزل يدوس على زر الاشتراك ويفعل كلمة الكل عشان يوصلوا كل جديد. وبالله عليكم ما تخرجوا من الفيديو قبل ما تحطوا اللايك وتنزلوا تصلوا على النبي في الكومنتات اسفل او اطلت. تفسير رؤية اسم حاتم في المنام من الاسامي الجميلة اللي دايما بتدل على حسن الخلق حسم الأمور، وإن صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية من الشخصية الحاسمة في حياته، والله تعالى أعلى وأعلم. وإذا رأى الرجل المتزوج اسم حاتم في المنام فده بيدل على شخصيته الحاسمة في اتخاذ قراراته في حل المشكلات، والله تعالى أعلى وأعلم. كمان إذا رأت المرأة المتزوجة اسم حاتم في المنام فده بيدل على حسمها أو قدرتها في حل المشاكل ورغبتها في حل المشاكل وتيسير امور، وانها انها بتحل المشاكل وبتسعى دايما لحياه افضل، والله تعالى اعلى واعلم. واذا رأت الفتاه العزباء اسم حاتم في المنام فده بيدل على حل الازمات اللي بتمر بيها في الفتره اللي جايه بحكمه وبمرونه، والله تعالى اعلى واعلم. واذا رأى الشاب الاعزب اسم حاتم في المنام فده بيدل على تخطيه لفترة الأزمات والعقبات اللي بتواجهه في حياته وخروجه منها بحكمة وحسم. وكمان رؤية اسم حاتم في المنام في منام الحامل بيدل على رغبتها في الحصول على طفل يكون من الشخصيات الجيدة أو القيادية، وإنها بتسعى لأنه يكون كده دايما. وكمان رؤية اسم حاتم في منام المرأة المطلقة والأرملة بيدل على رغبتها في حل المشكلات، وإنها بتسعى إنها تحل المشكلات والأزمات اللي بتمر بيها بسلام وبحكمة وبحسم. وكمان بيدل على إنها شخصية قيادية، وفي كتير من الأحيان بتحل المشاكل بحكمة وبعقل. وكمان إنها مش بتحب المشاكل وبتسعى لإنها تتجنب المشاكل ديت وإنها ما تخشش فيها، والله تعالى أعلى وأعلم. اسم حاتم في المنام سواء كان مكتوب أو مسموع أو مقروء ففي المقام أو في شخصية اسمها حاتم ففي المقام الأول بيدل على شخصية صاحب الرؤية أو صاحبة الرؤية، وإنه شخصية حاسمة، وإنه شخصية قيادية، وإنه شخصية جيدة، والله تعالى أعلى وأعلم. دمتم في رعاية الله وأمنه.